انت عارف يا سماح ان المصالح واقفه والدنيا واقفه خالص معايا، ومفيش اي حاجه بتمشي عندي من المحل. ايوه عارفه، والله عارفه الموضوع ده. ما هو الناس كلها بتشتكي. فانا فكرت ان انا اجيب حاجات كده عندي في المحل ازود البضاعه، يعني حاجات اساسيه، لان الحاجات اللي عندي يعني بتبقى حاجات ما هيش اساسيه فالجر عليها بتبقى قليل. فلما اجيب حاجات اساسيه زي الاكل والشرب والحاجات ديت كلها بتبقى حاجات الناس بتحتاجها وبتشتريها، فالدنيا تمشي والمحل يشتغل بدل وقف الحل اللي انا فيه. اه والله فكره حلوه فعلا، الناس ما بتستغناش عن الاكل والشرب. حتى لو الدنيا مريحه ومفيش شغل فعلا الناس لازم تجيب اكلها وشربها. ايوه، ما هو عشان كده انا جاي النهارده اطلب منك الذهب اللي معاكي عشان ابيعه واجيب بضاعه في المحل والدنيا تمشي والمحل يشتغل تاني. الشبكه اللي انا جايبها لك الشبكه، انت عاوز الشبكه بتاعتي ليه؟ هيكون ليه يعني يا سماح؟ ما انا لسه قايل لك الوقت الدنيا واقفه معايا والمحل واقف، فلازم اجيب بضاعه، فهضطر ان انا اخد الذهب اللي الشبكه اللي انا جايبها لك ابيعها. وبعدين اعمل ايه؟ ما فيش سيوله معايا ان انا اقدر اجيب بضاعه جديده، فهضطر ان انا ابيع الذهب ده. وعلى العموم انا هاخد الشبكه دي ابيعها، وبحاجه بحاجه هرجعها لك تاني باذن الله. لما المحل يشتغل والدنيا تشتغل والفلوس ترجع تاني للمحل هجيبها لك واحده واحده. لا لا، الشبكه لا يا صلاح، حاول تستلف من حد تاني، انما الشبكه ما تفكرش فيها، بعيد بعيد عن تفكيرك خالص. وبعدين انت عارف ان انا لا موظفه ولا بشتغل ولا ليا دخل تاني، فدي الامان بتاعنا. وده يعتبر السند بتاعي، يعني محدش عارف بكره يحصل ايه ولا الدنيا مخبيه ايه. لا لا، ماما طول عمرها تقول لي الدهب ده امان للواحده. هو انا يا سماح يعني لما اتزنق واجيلك تقولي لي لا؟ امال اروح لمين يعني؟ الفلوس ديت والمصلحه دي سند ليا انا وانتي. وبعدين ان شاء الله بكره ربنا يرزقنا والمصلحه تكبر ويبقى رزق لينا انا وانت وعيالنا. وبعدين طلباتك وحاجتك مين اللي بيأمنها لك؟ مين اللي بيجيبها لك؟ مش ده الامان بتاعك؟ لا 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 يا صلاح، استلف من اي حد معلش، استلف من صاحبك، من والدتك، من اخوك. ما تقوليش الشبكه معلش يعني. موضوع الدهب ده لا يا صلاح، ده هديه انت جبتها لي، ما ينفعش تقول لي حتى ما بعد. يعني ايه يعني يا سماح؟ يعني يبقى الذهب بتاعي وفلوسي وحاجتي واروح ازنق للناس؟ يعني انا راضي ذمتك ينفع اروح اقول لحد سلفني وهم عارفين ان انت معاكي ذهب؟ يعني تبقى ازاي يعني؟ هيقول لي طب ما يقول لي الاولى روح بيع الذهب بتاع مراتك. طب ما تسمع الكلام وبيعه، وباذن الله ربنا يفرجها عليه والمصلحه تكبر واجيبه لك حاجه بحاجه، خاتم بخاتم بغويشه، باذن الله يعني هيترد تاني. لا 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 معلش يا صلاح، انا اسف، الموضوع ده مفيش فيه كلام، دهبي ملياش دعوه بيه، ما حدش يقول لي بيع ايه. من الاخر الدهب دي اماني وسند ليا في الدنيا. اسمع يا صلاح، انا عارفه ان ربنا هو سندنا وهو كل حاجه لينا، هو اللي بيرزقنا، بس برضه انا خلي الدهب زي السند لينا. افرض دلوقتي حد حصل له حاجه، حد جرى له حاجه، يبقى الدهب ده السند ان احنا نبيعه. انما مش تقول لي تبيعه تجيبه بضاعه، الله اعلم الموضوع هيمشي، الشغل هيمشي، ما يمكن يبقى زي اللي قبل كده وتخسر وما يمشيش والمحل ما يشتغلش، يبقى احنا خسرنا في الفاضي. خلي الدهب ده سند لنا. فمعلش يا صلاح، انا مش هخاطر بالدهب بتاعي في الموضوع ده. يعني بعد الكلام ده كله برضه مش هتديهولي؟ يعني ما كنتش انت اللي تقفي جنبي، مين اللي هيقف جنبي؟ لا معلش يا صلاح، انا اسفه، شوف اي حد استلف منه خد منه الفلوس. على العموم شكرا يا ستي، شكرا ان انت وقفت جنبي. اه، واقول لك هات الدهب تقولي لي لا؟ المفروض اي واحده جوزها يطلب منها الدهب في وقت زنقته تقول له اتفضل، ده مهما كان انا اللي جايبهولك، انما تقولي لي لا؟ شكرا. انا عمري ما هنسالك الموقف ده. اعمل انا ايه يعني؟ عاوز تاخد مني الدهب واقعد انا من غير اي حاجه؟ افرض الواحد تعب ولا حصل مشكله ولا اي ازمه، ده ساعات الدنيا بتشقلب حالها في لحظه، وساعتها الواحد بيبقى محتاج فلوس ومصاريف، الواحد يجيب منين ساعتها؟ في يا صلاح مالك وشك متغير؟ لا حد مزعلك؟ ما انت لسه طالع من عندي من شويه وكنت مبسوط ومفرفش وكان مزاجك حلو، ايه اللي حصل لك كده؟ ما تقول يا صلاح، في ايه؟ اتخانقت مع مراتك ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، لا يا ماما لا اتخانقت ولا حاجه. هو في موضوع كده بس مضايقني، يعني الواحد بيعرف الناس في الازمات ولما يكون محتاج لحاجه. ما هو الواحد ما يعرفش صاحبه ولا اللي معاه كويس الا لما يقع في ازمه، ساعتها يعرف هو الناس اللي معاه ديت كويسه ولا لا. ايه يا ابني اللي جرى ده كله؟ في ايه؟ قول لي ايه اللي حصل. مفيش، جه في بالي كده مشروع. انت عارف ان الدنيا عندي واقفه كده في المحل، فقلت اما اجيب بضاعه جديده اكل وشرب كده في المحل. اهو الناس ما بتستغناش عن الحاجات دي، وقلت ماشي المحل شويه. فقلت اطلب من الهانم الشبكه بتاعتي اللي انا جايبها لها. تقول لي لا مش هديها لك. تقول لي اديها لك ليه؟ ده سند واماني. اديها لك ليه؟ ده دي اللي انا متكل عليها. وقالت تقول لي ده ماما قالت لي الدهب ده امان وسند لوحده، ولا عايزه تقف جنبي ولا تساعدني ولا تعمل اي حاجه. وليه معيش عايزه تديهم لك ليه ان شاء الله؟ يعني ده الحاجه دي حاجتك وانت اللي جايبهم لها بفلوسك. كانت جايبه حاجه من بيت اهلها وهي جايه؟ والله يا حاج انا ما رضيتش اقول لك الكلمه دي. والله كنت عايز اقولها لها انت جايب الحاجه دي من بيت اهلك، بس ما رضيتش. قلت لها الشبكه دي بتاعتي وانا اللي جايبها لك. فقلت لها حداها اتصرف فيها، هي ما رضيتش. لا ده قلة الذوق، والله قلة الذوق انا ما ترضاش تديك الدهب بتاعك. ده بدل ما تقول لك خدهم يا حبيبي وربنا يزيد ويبارك وتجيب لي احسن منهم، المفروض الواحده تقف جنب جوزها. وانت ان شاء الله لما ربنا يفرجها عليك في المحل هتاكل مين مش هي؟ وتصرف على مين مش هي؟ ما هو ليه بقى؟ ما هو الواحد ما بيعرفش صاحبه الا من الازمات دي.
ما تضايقش نفسك يا صلاح، الفلوس فلوسك والحاجه حاجتك. وبعدين انت المفروض ما كنتش تستأذن وتقول لي هات الدهب ولا ينفع ولا ما ينفعش. ده حاجتك وفلوسك وتعبك وشقاك، امال بتاعت مين؟ كنت اخدت الشبكه دي من غير ما تستأذنها وهي تخبط دماغها في الحيط. انت اللي غلطان، انت راح تستأذنها ليه؟ فلوسك وراح تستأذنها. ما هو عشان برضه ان انا كنت جايب لها الشبكه دي هديه فلازم استاذنها. ما هو المفروض برضه اعرفها، وهي كانت هي المفروض تقول لي اتفضل، دي حاجه بتاعتك وانت المفروض نقف جنب بعض. انما قالت لي لا، فما عدتش عارف اعمل فيها ايه. هي يعني قدرت يا صلاح خوفك عليها واحترامك ليه؟ ما قالت لك لا، ولا احترمت اي كلام ولا احترمت اي حاجه. مش عارفه ان الشبكه دي انت اللي جايبها بفلوسك، وفي الاخر قعدت تتنك عليك وتقول لك لا الحاجه دي بتاعتي وماما قالت لي وبابا قال لي، وعملت شويه الافلامانات بتاعتها ديت وما رضتش تديك حاجه. لا قدرت ولا اتنيلت، هي ما بتبصش على مصلحتها بس. وقت بس ما تبقى عايزه تقول لي هات لي هات لي منين بقى مش مهم، هي اهم حاجه تطلب وحاجتها تيجي. يبقى خلاص يا صلاح، الحاجه دي بتاعتك، والمفروض الحاجه ديت انت اتزنقت تبيعها وتتصرف فيه لما ربنا يفرجها عليك. اسمع يا صلاح، روح خد الدهب بتاعك وروح بيعه، وهات البضاعه وحطها في المحل، بكره ربنا يفرجها عليك. روح يا حبيبي ربنا يرزقك. المفروض الواحده الاصيله تقف جنب جوزها وتساعده وتسنده. ايه اللي هي بتعمله ده؟ احنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده قله اصل. يعني انت شايفه كده يا ماما ان انا اخد الدهب من غير ما اقول لها؟ اه تاخده من غير ما تقول لها؟ ما انت قلت لها واستأذنت منها وطلبت منها بطريقه محترمه، بس هي اللي ما رضتش. وهو يعني الاحترام والذوق نفع معاه؟ لا والله ما نفع. يبقى خلاص انت بدأت بالمعروف والكلمه الطيبه وهو ما عجبهاش. روح خد دهبك يا حبيبي وبيعه، وحدد البضاعه اللي انت عاوزها في المحل، وكبر مصلحتك. بكره ربنا يفرجها عليك وتجيب احسن منه واكتر منه. صح يا ماما، لا انت عندك حق، ده تعب وشقايه وفلوسي اروح اتصرف فيها. ان ما كانتش الحاجه ديتي اسند عليها. اسند عليها امتى؟ ايه يا صلاح، ده تعبك وشقاك. انت عارف لو كانت الحاجه دي جايباها من بيت امها وهي جايه كنت اقول لك لا عيب ما ينفعش تاخدها، انما ده الحاجه بتاعتك، لازم تبقى الحاجه ديتي تتصرف فيها لما تتزنق وتبقى محتاج. طول عمرها قليله الاصل، وانتوا اللي كنتوا مخدوعين فيها وبتقولوا لي ده طيبه. دي اه منها دي ده كانت رسمه الحنيه والطيبه عليكم. روح يا حبيبي روح. فيها يا صلاح مالك كده؟ بقالك يومين ما بتجيش على الغدا ليه؟ مش فاضي والله، كان عندي مشاغل اليومين دول، اعمل ايه، الدنيا مصالح بقى وشغل كتير يا بنتي. المحل ما شاء الله الوقت شغال واخي كل وقت. الفرش بقى والبضاعه اللي في المحل والدنيا ماشيه، ربنا يعين الواحد. ايه ده والله، انت جبت بضاعه جديده في المحل؟ لقيت حد بقى يسلفك ولا ايه؟ يا سلام، وادور على حد لا يسلفني وفلوسي موجوده، انت هبله. شكلك كنت عامل جمعية ولا ايه؟ قول لي جبت الفلوس منين؟ لا لا لا، جمعيه ايه، ما انت عارفه البير وغطاه. ده كانت الدنيا واقفه عندي خالص، ولا الواحد عارف يروح ولا يجي. الحمد لله الدنيا بقت تمام وربنا كرمني من وسع. والحمد لله جبت كل البضاعه اللي كان نفسي اجيبها. طب يا حبيبي والله الحمد لله انا فرحت لك. طب قول لي بقى، انت جبت الفلوس منين؟ طمني، اتصرفت منين؟ ما فيش، اخدت الشبكه اللي انا جايبها لك وبعتها ورحت جبت بضاعه للمحل ومليته بضاعه. ايه الشبكة؟ اه الشبكه بتاعتك اللي انت كنت حاطاها في الدرج. الشبكة بتاعتي اللي انت طلبتها مني وقلت عاوزها وانا قلت لك مش هديها لك؟ انت اخدتها من ورايا برضه ورحت بعتها؟ اه اخدتها من وراك ورحت بعتها، ما انا طلبتها منك بالذوق وبالاداب، قلت لي مش هديها لك. يعني انا راضي ذمتك انزل امد ايدي واستلف من الناس وانا فلوسي وحاجتي موجوده عندي في البيت؟ ده كلام ايه ده والنبي؟ طب بذمتك انت ترضاها لي ان انا امد ايدي للناس؟ ازاي يعني الكلام ده؟ يعني انت سرقتني وانا قاعدة معاك في البيت؟ يعني انت استغفلتني كده برضه يا صلاح؟ تخليني واقفة في المطبخ ولا واقفة في اي حتة ولا نايمة وما تدونيش عطاك خوانة تاخد الشبكة بتاعتي وتروح تبيعها؟ وعشان ايه؟ عشان تاخد الحاجة اللي انت عاوز تجيبها للمحل بتاعك؟ مش انا قلت لك مانيش عاوز اديها لك ومش عاوز ابيعها؟ يعني ايه ازاي؟ انت ما انتش عارفه ان الحاجه دي بتاعتي؟ تبقى الحاجه بتاعتي موجوده في البيت وراح امد ايدي للناس؟ ازاي يعني؟ فلوسي واخدتها، مين اللي يقدر يقول لي لا؟ وبعدين انا جيت لك طلبتها منك، المفروض لما اطلبها منك تقولي لي اتفضل، ده وقت زنقه وقت ضيقه، انما تقولي لي لا. وبعدين انا قلت لك انا هاخد منك الذهب هجيبه لك تاني، هجيبه لك حاجه بحاجه، لو عاوزه فلوس اجيب لك فلوس، لو عاوزه ده جرامات اجيب لك جرامات. فانت برضه ما رضيتيش. اعمل لك ايه؟ هي حاجه بتاعتي، ازاي تقولي لي لا؟ وبعدين عيب اول لما تقولي لي ضحكت عليها ولا سرقتني ولا استغفلتني، ايه في ايه؟ انت قاعده معايا، قاعده في بيتي، الذهب ده بتاعي انا اللي جايبه لك. ايه الكلام اللي انت عماله تقولي الكلام الكبير ده؟ حاجتي واخدتها وقلت لك هرجعها لك تاني. ما تكبريش اول الموضوع ده كده يا سماح. لا هكبر يا صلاح، وهجيب بابا وماما ونشوف الفيلم اللي انت عملته ده. لا لازم ناس تيجي تشوف هو ينفع اللي انت عملته ده. ده حاجتي، الدهب ده انت كنت جايبه لي هديه في خطوبتنا. الدهب ده بتاعي انا اللي اقول اديهولك اه او لا. يعني انا عشان عايشه معاكم امناك تقوم تاخد الدهب غصب عني وتستغفلني وتروح تبيعه؟ مين اللي اداك الحق تروح تعمل كده؟ بص يا ماما، اللي انت عاوزه تعمليه اعمل ايه،
براحتك، وعيب اول لما تقولي سرقتك، لان ما سرقتكيش، الدهب ده فلوسي وشبكتي، انا اللي جايبها لك. انا استاذنتك وانت ما رضيتيش، فانك تهددين وتقولي لي هتروح تجيبي لي بابا وماما والكلام ده كله، والله ما يهمني ولا يفرق معايا. وبعدين انت طلعت برضه قليلة الاصل، ما رضيتش تقف جنبي وتساعديني، فكان لازم اعمل معاكي كده. زي ما انت عملت معايا انا عملت معاكي. في إيه مالك؟ ما تحترمي نفسك وتتكلمي عدل مع جوزك. ده لو قعدت لك في البيت بقى بعد اللي انت عملته ده، انا هتصل على بابا واخواله وعمامه والعيله كلها هجيبهم يشوفوا الاستاذ اللي انا امنت على حياتي معاه وعلى دنيتي يعمل معايا كده ازاي. اسمعي يا سماح، زي ما انت عملتي انا عملت معاكي، اسلوب تهديد واسلوب الكلام دلوقتي كله لا، لان دي حاجتي. اللي انت عاوزه تعمليه اعمليه. اعمل ايه اكبر الموضوع واجيب بابا وماما وعمامي واخوالي، ولا اعمل ايه؟ واطلب الطلاق لانه ملوش امان؟ والله اصبر واسكت واحط جزمه في بقي وما اتكلمش، ويمكن المصلحه تمشي معاه وربنا يفرجها عليه ويجيب لي الدهب تاني. بصراحه انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. قولوا لي اعمل ايه، شوروا عليا، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. وللعلم برضو انا ما فيش بيني وبينه عيال ولا اي حاجه، لان احنا لسه متجوزين جداد.